وزي ما انتوا شايفين كده ده الفول بتاعنا وجماله وعليه الطحينة كده طعمه يجنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم في فيديو جديد. حطوا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناه اللي لسه مش مشتركين وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. النهارده هندمس مع بعض الفول من غير ولا دماسه ولا حله ضغط، بالحله العاديه جدا. ده معايا كيلو من الفول، تقريبا الكيلو ب28 او ب30 جنيه، مش متذكره قوي لان كنت شارياه مع حاجات، يعني فاهمين، مش شارياه لوحده. اول حاجه انا هنا ده كده كان بالليل، هحطه في ميه كده حوالي من بالليل للصبح. تمام؟ يعني انت لو هتعمليه تاني يوم الصبح انقعيه في ميه، اغسليه كويس قوي وانقعيه في ميه من بالليل للصبح. طب لو انت مثلا صحيتي الصبح وعايزه تعمليه بالليل، بتنقعيه من الصبح بالليل. فاهمني؟ زي الحمص كده، لما بتيجي تعمليه لازم تنقعيه من بالليل للصبح او من الصبح بالليل، عشان ياخد وقته كده، ما ياخدش وقت معاكي كتير قوي في السوا، فلازم يتنقع شويه. تمام؟ هي اي بقوليات عامه بتنقعيها شويه في الميه. انا غسلته كويس جدا وحطيت فيه الميه كده، وهسيبه بقى لحد تاني يوم الصبح. بصوا ده كده بقى تاني يوم الصبح، بصوا شكل الحبايه عامله ازاي، قعدت كتير قوي في الميه، كذا ساعه في الميه. وبص كده بتسهل السوا بتاعها، ما بتاخدش وقت كبير قوي في السوا. كده انا صفيت الميه بتاعته، ما بتعمليش في الميه اللي انتي كنت نقعه فيها. تمام؟ وهنا بتسخني ميه مغليه في الكاتل بقى، في حله على النار اي حاجه. انا الكاتل بتاعي كان للاسف باظ، فسخنت في حله على النار ميه سخنه، لازم ميه مغليه. تمام؟ قبل ما احط الميه المغليه معايا 3 طماطمات مقطعاهم وبصلايه ومعلقه كركم صغيره. ده المكونات بتاعتي اللي انا هحطها عليه. الطماطم بتديله طعم حلو جدا جدا جدا، جربوها، جربوا الطريقه دي وصدقوني هتعتمدوها في تدميس الفول، بيطلع طعمه حلو جدا. تمام؟ معلقه الكركم اللي انا حطيتها دي، هو كركم اصلا مفيد وكمان عشان يديني لون. تمام؟ هقلبه بقى كده وهرفعه على النار، بس قبل ما يعني انا لسه حطاه على النار. تمام؟ هحط له معلقتين رز، معلقتين الرز دول هيتقلوه معاكي. تمام؟ معلقتين كده من الرز او حوالي 3 معالق على حسب طبعا الكميه اللي انت عاملاها. خلاص انا نسيت احطه وهي على الرخامه، فاول ما رفعته على النار حطيت الرز على طول. خلاص يبقى هو بس معلقه الكركم والطماطم والبصلايه ومعلقتين الرز. ده كده كان غلي شويه. طبعا لما يحتاج ميه اوعي تحطي له ميه من الحنفيه، لازم تحطي له ميه مغليه، عشان ما كده هياخد سوا اكتر معاكي. زي اللحمه كده، لما بتيجي تحطي لها ميه تزودي لها ميه، لازم تبقى ميه مغليه. تمام؟ بصوا هو كده خلاص بقى استوى معايا وبقى زبده. بصوا شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا بقى زبده، والله هتدمسي الفول وهيطلع معاكي احلى من المطاعم كمان، وهيوفر معاكي كتير جدا، لان دلوقتي الفول بقى تجيبي ب3 جنيه ولا ب4 جنيه، يعني معلقتين كده في الكيس ما بيعملوش حاجه. فده هتوفر معاكي جامد قوي. انا هنا بقى بحب اضربه بالهاند بلندر، او لو ما عندكيش هاند بلندر في الخلاط عادي جدا هتضربيه، هينعمهولك كده، هيبقى طعمه حلو قوي. انا بصراحة ما بحبهوش يعني ايه حب كده، لا بحب اضربه وانعمه. طبعا ده يرجع لك انت بتحبي تاكليه كده خلاص، ما بتحبيش هتضربيه بالهاند بلندر او بالخلاط المتوفر عندك. بعد ما ضربته كويس قوي ونعمته، هحط بقى عليه الزيت بتاعي وهحط كل التوابل بتاعتي عليه، وهرفعه تاني على النار. انا عايزه عينه في الفريزر في اكياس كده، يبقى جاهز على طول ان انا اطلعه اسخنه وناكل منه، نحط عليه طحينه كده وليمون وناكل منه. ده حطيت عليه كده معلقه كبيره ملح مبهر. تمام؟ وكده معلقه فلفل اسود، انا بحب طعم الفلفل الاسود فيه. لو انتي مش بتحبيه خلاص ما تحطيش، وطبعا الكمون اساسي في الفول يعني. وهقلبه بقى كويس قوي وهارفعه على النار تاني. بس أهم حاجة تكون النار بتاعتِك هادية جدًا. ونسيت أقول لكم برضه لمّا جينا نحطه يستوي في المرّة الأولى، لازم تبقى النار بتاعتِك هادية أوي، ما تعلّيش النار عليه خالص عشان هيتحرق منِّك. تمام؟ ومثلًا بياخد في السِوَى بتاعه 5، 6 ساعات. خليكِ عاملة حسابِك إن هو بياخد وقت كبير جدًا في السِوَى، 5، 6 ساعات عشان يستوي معاكِ، خصوصًا إن إحنا مش عاملينه ولا في دمّاسة ولا في حلة ضغط. كده خلاص رفعته على النار تاني للمرة التانية. تمام؟ وقعد كده شوية يغلي مع بعضه واستوى كده معايا وبقى طعمه يجنن. طلعته بقى كده وحطيته كده في الطبق بتاعي، وحطيت عليه شوية طحينة كده، ولو عصرة ليمونة كمان لو انت بتحبي الليمون عليه، وهتاكلي احلى طعم فول في الدنيا. طبعا ده طبق يعني فطرنا منه.
وقُلت أورّيلكم شكله وبُصّوا بجد طعمه يجنن والله اعملوه بالطريقة دي، طريقة سهلة ومش بتاخد وقت خالص معاكم، والباقي زي ما أنتم شايفين كده عبّيته في أكياس وباحطه في الفريزر، قبل ما بانام بالليل باطلّعه من الفريزر باحطه على رف التلاجة تحت، والصبح باسخّنه وبس باحط عليه الطحينة والليمون وبألف هنا وشفا. بجد بيبقى طعمه يجنن، جرّبوه بالطريقة دي واكتبوا لي في الكومنتات إيه رأيكم، بس ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.